الطائر الحسون هو واحد من الطيور الجميلة جدا، صغيرة الحجم، توجد في جميع القارات فيما عدا القارة القطبية. ينتمي إلى تصنيف الشرشوريات، وهي فصيلة معروفة من ضمن فصائل الطيور المختلفة. من أشهر ما يميز طائر الحسون هو أنه يمتلك صوتا عذبا جميلا، فهو يغرد دائما بشكل متواصل. شكله مختلف ومتميز بشكل كبير عن ضمن باقي الطيور، حيث إنه يحتوي على كمية كبيرة من الريش ذات الألوان الزاهية التي تتوزع على جميع المناطق في جسمه، فهو يظهر بمظهر مختلف تماما عن باقي الطيور الأخرى. طائر الحسون وجهه من ناحية الأمام يسيطر عليه اللون الأحمر القرمزي حتى يمتد على جانبي الوجه مختلطا مع الريش الأبيض، وحتى يصل إلى الرقبة حيث الريش أسود اللون، وجناحيه وذيله يغطيها اللون الأسود على الأطراف، وفي نصف الجناحين يبدأ اللون الأصفر في الظهور، ويغطي ظهر طائر الحسون الريش ذات اللون البني، وبطنه يغطيها الريش الأبيض. من أهم الصفات الخارجية التي يمتلكها طائر الحسون هي أجنحته الطويلة وذيله القصير، فهو يمتلك جسما صغيرا ومنقارا قصيرا، ويتراوح طوله بين 11 إلى 13 سنتيمترا، ويتراوح وزنه بين 11 إلى 20 غراما. وعلى الرغم من أن صوته العذب من أهم مميزات هذا الطائر، إلا أنها أيضا سبب في تراجع أعداد الحسون على مستوى العالم، فهذه الميزة دفعت الكثير إلى اصطياد الطائر، مما يعني أن الأعداد التي يتم اصطيادها كل عام تفوق قدرة الحسون على التزاوج وإنجاب المزيد من الأفراد الجديدة، وذلك على الرغم من وجود قوانين صارمة، إلا أنه ما زال الكثير من الأشخاص والمؤسسات الربحية التي تعتمد على التجارة في الطيور. يتواجد طائر الحسون في أي مكان في العالم، ما عدا المناطق شديدة البرودة. يفضل الحسون أن يعيش بالقرب من السهول الفيضية والحقول العشبية، حيث تنمو الزهور الشوكية والنجمية، كما تنتشر أيضا في مناطق البساتين والمناطق الزراعية، حيث إن هذه المناطق والنباتات تمتلك سيقانا طويلة، مما يساعد الحسون على استخراج البذور منها بكل سهولة. كما أن المعيشة بالقرب من المناطق الزراعية تساعده على التقاط الديدان من الأرض. من السلوكيات المميزة لطائر الحسون هي أنه في فصل الشتاء يطير في أسراب يصل عدد أفرادها إلى 100 فرد للبحث عن الغذاء، كما يمكن أن تهاجر تلك الأسراب من منطقة لأخرى. فطيور الحسون التي تعيش في بريطانيا على سبيل المثال تقوم بالهجرة إلى إسبانيا لتجنب البرد القارس. يتغذى الحسون بشكل أساسي على البذور التي يقوم باستخراجها من النباتات والأزهار التي يعيش بالقرب منها، مثل بذور دوار الشمس، كما أن منقاره المدبب يساعده حتى على استخراج البذور متناهية الصغر من أزهارها. كما أنه يستطيع أيضا أن يتغذى على الحشرات مثل الخنافس الصغيرة والفراشات وحشرة المن، بالإضافة إلى أنه يقوم باستخدام الديدان الصغيرة من أجل إطعام صغارها. يقوم الطائر ببناء أعشاش صغيرة باستخدام الأعشاب الصغيرة ونبات الكزاز والطحالب، كما يقوم باستخدام أي أشياء تحيط بها وتصلح لبناء العش لجعله متماسكا أكثر. كما يحرص الحسون على بناء العش على ارتفاع مناسب من الأرض فوق غصون الأشجار، ويتعاون الذكر والأنثى في بناء العش، حيث يقوم الذكر بجمع أدوات البناء وتقوم الأنثى بالبناء. أما عن وضع البيض ورعايته فهي وظيفة أنثى الحسون فقط، وبعد خروج الصغار من البيض يقوم الذكر والأنثى بإطعام الصغار، حيث تقوم الأنثى بوضع حوالي 5 بيضات